السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معادنا النهاردة مع كبسولة جديدة من كبسولات الجودة. النهاردة هنتكلم على حاجة بقالها كتير قوي دايرة في الأوساط بتاعة المانجمنت عامة. اللين. يعني إيه اللين؟ اللين ببساطة يعني خليني أقولها لكم كده بمعنى بالعربي، هي حاجة لينة بسيطة سهلة. عبارة عن إيه؟ ببساطة خالص أي بروسيس شغالة تشيل منها الحاجات اللي ملهاش لازمة. بعد ما تشيلها هتلاقي ان العمليه بقت بسيطه، بقت لينه، بقت لين، بقت ماشيه بسموث، طريقه بسيطه جدا، سيمبل، بحاجه طريقه سيستماتيك تخليني اوصل للي انا عايز اوصل له، اعمل كونتينوال امبروفمنت، اقدر احسن من المنتج بتاعي او احسن من البروسيس بتاعتي بطريقه كويسه قوي. لما جم درسوا الموضوع ده لقوا ان عندك في 8 حاجات، 8 حاجات هم اللي مؤثرين في الموضوع. اسمهم تيم وودز. تيم وودز. كل حرف من دول يرمز لكلمة مهمة. احنا النهاردة هنشوفهم ايه مع بعض. تيم وودز اول حرف تي. تي فور ترانسبورتيشن، يعني النقل. يعني ودي دي من هنا وديها هنا بعربية او بمعد. لا والله مكانها مش هنا، هاتها من هنا وديها الناحية التانية. ما انا كده عمال اضيع وقتي واضيع مجهودي واضيع فلوسي، والحاجة اللي بتتنقل دي بيتعمل لها اوفلودنج وابلودنج وداونلودنج وحاجات كتير قوي لودنج. في الاخر بيحصل ان في النهاية الحاجة ممكن تبوظ، تتكسر، في نسبة منها يحصل فيها هدر، الحاجة في المكان مع كتر التنقل بيحصل فيها مشكلة. طب ايه الحاجة التانية؟ الانفنتوري فور اي. الانفنتوري اللي هو ايه؟ الوير هاوس بتاعك، المخزن. تلاقي الحاجة في المخزن مش مترتبة، كتيرة، مش قادر ان انت تسيطر عليها، مش مترقمة صح، صعب الوصول ليها. تخيل معايا كده، انت بتمد ايدك على الرف، عارف ان هنا موجود مثلا ولنفرض البان، طلعت مثلا امير بتاع اللزق، انت مش عارف الفرق بينهم، او عبوه المفروض ان هي بتاعت لبن طلع جنبها ان هي دي عبوه فوم، بسبب ان انت عارف ومتحدد من بره بالطريقه معينه. طبعا ده مثال، لان في امثله تانيه كتير، بس الانفنتوري من اهم اسباب الويست في اي منظومه موجوده. طب ايه بعد كده الموجود؟ ام فور موشن. موشن ترانسبورتيشن برضه، بس بدل ما بننقل الماتيريال بننقل الاشخاص. انت روح هنا، تعالى بقى من هنا روح هناك، تعالى من هنا روح هناك، روح من الناحيه الثانيه، اعمل كذا اعمل كذا. طب بيحصل ايه في المشكله دي؟ كاشخاص تخيل انت كل مره تنقل واحد من مكان لمكان، روتيشن يعني، ولا هيلحق يعرف البروسيس، ولا هيعرف يشتغل عليها، ولا هتطلع منه انتاجيه، لان هو ما بيلحقش. عامل بيعمل سيراميك هنا، سحبته بسرعه يعمل سيراميك هناك، جيت بعد شويه سحبته من هناك يعمل سيراميك في حته ثانيه، ولا الشغلانه دي خلصت، ولا الشغلانه دي خلصت، ولا الشغلانه دي خلصت. طيب ايه بعد كده؟ وودز اول حرف فيها دبليو. دبليو فور ويتنج، مستني. او بعدين والله مستني، السيستم مش شغال، احنا بنعمل بروسيسنج دلوقتي، والله الحاجه مش فاضي، يعني مش فاضيين. طب استنانا كده شويه، نص ساعه ما جاتش على حاجه يعني، معلش، الكلمه الشهيره اللي بتخلينا كلنا نضيع وقت كتير جدا. طيب ايه تاني؟ فور او اوفر برودكشن. انا النهارده هنتج 5000 منتج من الاقلام بتاعتي دي، مطلوبين؟ لا. امال هتعمل فيهم ايه؟ ما انا بقى هركنهم فين؟ في الانفنتوري، وهجيب لهم ترانسبورتيشن، عشان بعد كده يحصل ايه؟ زي ما هم واخدين مكان في المخزن، ولا عارف اصرفهم ولا عارف انتج تاني، فبقى عندي اوفر برودكشن، انتاج اكتر من المطلوب بكتير جدا. طب حاجه تانية، الاو التانية بقى، اوفر بروسيسنج. دكتوراه في حد، احنا لازم نمضي على الحاجه دي 25 واحد، ونعمل الحاجه بالطريقه الفلانيه، ونعمل لها اوفر بروسيسنج. بتبقى سيكينج بيرفكشن، عندك نوع من انواع انت عايز توصل للكمال في البروسيس، وده مش صح، لان انت محتاج تعمل الحاجه اللي على القد بالظبط، ما تشتغلش اكتر من المطلوب في حاجه مش مطلوب. تخيل مطلوب منك منتج، المنتج ده مطلوب منه يكون في اوبشن 1 2 3، تطوعا منك وتبرعا منك، وعملت 4 و5 و6، ورايح تقول للكلاينت من فضلك هات فلوسهم، يقول لك انا ما طلبتش كل ده، انا طلبت دول بس، انت ليه زودت من عندك؟ انا اسف مش هزود لك. حضرتك كده عملت اوفر بروسيسنج، الحاجه ضيعت فيها وقت ومجهود وفلوس، وعملت فيها شغل مش مطلوب. ايه اللي بعده؟ دي بقى العاديه اللي احنا دايما بنشوفها، ديفكتس. عملت المنتج طلع بايظ، وبعدين هتصلحه، ملهاش حل تاني، مفيش حد ياخد منك منتج بايظ، وهتبذل عليه وقت ومجهود زي ما قلنا قبل كده. الحاجه اللي ما عملتهاش صح من اول مره هتبذل فيها وقت كتير ومجهود اكتر عشان تصلحها، فده الديفكتس. اخر كلمه او اخر حرف اس فور سكيل، المهاره. الشخص بقى اللي هو مثلا، يعني على اضعف مثال خالص، واحد ماسك صاروخ ولا ماسك اي حاجه،
ما بيعرفش يشتغل بيه، ماشي يلوش في كل حته حواليه، بوظ الدنيا خالص. طب ما هو ده كده السكيلز رايحه في حته ثانيه خالص، مش ده اللي انا عايزه. فالسكيلز مهمه هنا بقى، لازم السكيلز دي نحافظ عليها، نطورها، نعلم الناس اكتر بحيث ان هم يقدروا يشتغلوا على الموجود. فبقى الاختصار تيم وودز دي ال8 ويست او 8 فاكتورز اوف ويست الخاصه باللين عشان نخلي البروسيس سليمه كلها. طب نعمل ايه بقى؟ اولا دور على ايه بقى؟ دور على الثمانيه دول عندك. بنسبه كبيره هتلاقيهم باختلاف الصناعه اللي انت شغال فيها ايا كانت هي ايه، فارماسيوتيكال، برودكشن، كونستراكشن، مدارس، حتى هتلاقي في حاجه من دي بتحصل. حددها، وبعد ما تحددها حدد ايه هي الفاكتورز او ايه هي العوامل اللي خلت كل واحده من دول تتحقق، وبعد كده ادرسهم. وبعد ما تدرسهم طلع حاجه اسمها الروت كوز، ودي هنتكلم ان شاء الله عليها في فيديو من الفيديوهات اللي جايه. يا رب ان شاء الله يكون ده علمي وانتفع بيه. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه على اليوتيوب عشان يوصلك الفيديوهات الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.